عميل كلمني الصبح، تمام، قال لي ان هو عايز ربع بن عليه 50 جرام مستكه. تمام، هو انا بس يعني حبيت استفسر منه، هو عايز مستكه يوناني اللي هي بتاع البن اصلا، ولا المستكه بتاع البخور اللي هم بيحطوها على البن على اساس ان هي مستكه؟ تمام، اصل هي تفرق في الاثنين. المستيكه اليوناني النهارده سعرها 7800 جنيه، فال 5 جرام هيقطع حوالي 210 220 جنيه. فتخيل اخي المؤمن انك تشتري بن تحول سعر ربع بن من 70 80 جنيه، تمام، ل 280 ولا 270 جنيه، لمجرد ان هو يحط لك 5 جرام مستيكه. طب هي بتعمل ايه المستيكه دي؟ المستيكه دي هتوصلني مثلا ان هو هيبقى بن العميد مثلا؟ لا، هو هيفضل نفس البن. ايه اللي هيتغير فيه؟ هيزيد سنه مزازه، الكافيين بتاعه هيزيد شويه، فاحنا ممكن نحط له تيست جيتومالي او تيست كلومبي يعلي نسبه الكافيين فيه، وفي نفس الوقت مش هدفع الرقم ده، هدفع 80 90 جنيه في ربع البن. ايه اللي يخليني ادفع 270 ولا 280 جنيه في ربع بن مش هلاقي فيه اللمسه اللي تستاهل السعر ده؟ ما تخليش حد يضحك عليك، لان انا بشوف اعلانات كتير اليومين دول، ربع بالمستيكه اليوناني، ربع بالمستيكه ب 280 و 290 جنيه. على ايه؟ طيب انا لما اشتري حاجه غاليه، اشتري حاجه غاليه انا عارف هحط فلوسي في ايه كويس، وما تخليش حد يضحك عليك صدقني. وانا ما اقصدش حد والله بعينه، انا كل اللي فيها ان انا اقصد ان الناس لازم تتهاون الايام الجايه على بعضها شويه عشان الدنيا تمشي والعجله تمشي.